على فين يا فندم انت اهو؟ انت فاكرها تكايه ولا حته طريه؟ دي منطقه رجاله يا زباله. الصوت اللي انا سامعه ده يا ولاد؟ دي ناموسه ملموم عليها شويه دبان يا معلم. غلط! غلط يا كروسي كله! البت دي تخصني وما لهاش تصريح خروج. اتأخرت ليه يا فنجان؟ اسمع يالا، اي حركه غشوميه هتلاقي نفسك لابس في حيطه سد. انا قلت لك البت دي تخصني. ماشي ماشي ماشي. مش لازمك كيف ولا مزه يا باشا. هو مش برضو كده التصريح اتمضى؟ اهو اتمضى بس لسه ما اتختمش. اختمه. ما هو في حاجه عشان يتختم. اطرش وهات من الاخر. بص يا ريس، البت دي اخرها تهز هزتين، تطر قاعده وتسلمها زي ما استلمتها. وعشان ما يحصلش بقى لبش ودق سجات، محسوبك لازم يبقى في ضلها، يعني رجلي على رجلها. ياكل ياكل. لا راجل يالا، عجبتني. هاتها وتعالى ورايا. يلا يلا يا امور. جرى يا فلانك، ايه اللي خلاك تجيب الرجاله وتيجي؟ زي ما حضرتهم اصرفهم. كلنا نسمع كلام البص ونمشي. تعالي يا اختي، عندنا شغل. عندنا ايه يا باريزه؟ في ايه شغل؟ لولس لولس. لجان، خلي بالك من عم ايوب ونايمه في فرشتي. تحت امرك يا ست الكل. يلا يا اختي بينا، يلا بينا. دي حكايتي مع عمر ساعة ما عرفته لحد ما سيبنا بعض. تحس اني كنت ساذجة اوفر مش كده؟ ليه مسميها سذاجة؟ عشان ما ينفعش واحدة تآمن لواحد سمعت عنه كل اللي انا سمعته عن عمر. ده انا حتى لما سألته ما انكرش، بس قال لي دي نزاوات عادية بتحصل لكل الرجالة، وانا صدقته. أكيد عشان حبيتيه. اكيد، والا ما كنتش ارتبطت بيه. طب ولسه السؤال نفسه فيه اهانة انا ما اقبلهاش. عايز تفهمينك نسيتيه بالسرعة دي؟ الحب ما بيتنسيش، الحب بيخلص زيه زي اي حاجة في الدنيا، زي ما ليها اول ليها اخر. كل يوم بكتشف فيك حاجة جديدة. وانا كل يوم بحتار فيك اكتر من اللي قبله. إيه بس كده؟ ده أنا واضح زي الشمس. اصلك اخر واحد كنت اتوقع انه يقرب مني بعد حكاية عمر. انت كنت معانا طول الوقت. كنت بشوف اللي أنت بتعمليه معاه، خوفك عليه وقوفك جنبه وإصرارك إنه ينجح. بصراحة كنت بحسدها، كنت بتمناكي. اكتر حاجة مبسوطة منها سامعة. هو أنا ليه دايما حاسس إن مالكيش حد؟ عمري ما سمعتك تتكلمي عن حد من أهلك. انا ماليش غير امي، لا شفت لي اب ولا ليا اخوات، وقرايبي بعيد. حقيقي ماليش غيرها. طب هي فين؟ ماتت. الحمل بقى تقيل عليا قوي. سما في سن خطر وعمر في مرحلة أخطر، وأنا بصراحة تايهة بين الاتنين. لا سما صغيرة ولا هو كبر. سما بتعيش سنها الطبيعي جدا، وعمر كمان بيبتدي حياة جديدة، وأكيد ربنا شايل له الأحسن إن شاء الله. والله ده اللي أنا بفكر فيه. عارفة لو حصل اللي في دماغي ساعتها بس قلبي هيحس إن أنا اطمنت عليه. تينا كفاية قوي اللي راح منك يا حبيبتي. أتمنى بقى بعد ما قلبك يطمن يدوق هو كمان طعم الدنيا. دنيا إيه بس يا مونيكا؟ أنا خلاص بقيت براها، واخترت كورنر كده في حياتي صغير قوي جنب إخواتي. الحمد لله محدش بياخد كل حاجة، ومحدش بيخسر كل حاجة أبدا على فكرة. أيوه بس أنا جربت حظي مرة وخلاص يعني. وإيه لا أنت أول اللي تطلقوا ولا عمرك هتكوني آخرهم، وإذا كان يعني على موضوع الخلفة يا حبيبتي. مونيكا أرجوكي مفيش داعي تفتحي الموضوع ده، ما بحبش أجيب سيرته. أنا مش فاهمة أنت ليه محولاها العقدة كده وخانقة روحك بيها. لا هي عقدة، عقدة وعيب كبير قوي.
وده العيب الوحيد اللي بيكسر اي ست في الدنيا، لان فعلا بيحسسها بالنقص. ايه ده؟ امال فين عمر؟ دخل اوضه العمليات خلاص. ليه، في حاجه؟ الدكتور عوني كان جاي عشان عايز يعتذر له عن اللي حصل. بعد ايه بقى؟ والله العظيم كل اللي حصل ده سوء تفاهم. مش ممكن اشوف اخت صاحبي وحبيبي وشريكي وما اعزمهاش على حاجه. كل الحكايه دي حصلت صدفه. على العموم هو خلاص دخل اوضه العمليات. لا، هستناني اهو، هفضل اهده على باب اوضه العمليات. انا مش هتحرك من هنا غير لما يطلع وابوس على راسه ونتصافى. على العموم طبعا يعني عمر دماغه كبيره وهيقدر اكيد مجيتك دي. اكيد. خلاص بقى يا بنت، في ايه؟ ما كانتش مصلحه وتصالحت وراحت لحالها. سيبني يا خلوص، سيبني اعمل لقمه ليا وللراجل اللي طلع عينه من تحت راسك. انا كنت جاي اسوهم لك بالاسفلت لما عرفت الموضوع عافيه، لكن بالتراضي عادي كله شغل. دخل لي بس يا اخويا نفش لي ريشك ولمم لي شويه عيال من الحاره وعامل لي فيها سيد الرجاله، واول ما شفت ورق البنكنوت قلبت مره رخيصه من هشديه. لا، ما لو كانت مره رخيصه ما كنتش خرجت زي ما دخلت من غير ما حد يلمسك. سيب ايدي. ما تحضرنا يا عم ايوب. باريزه هانم بتتكبر وتتنطط على اكل عيشها. اسمع كلامي يا ابني وتلموا تحت سقف واحد تتداووا فيه بدل المرمطه بتاعت الشغلانه دي. ما تحضرناش انت يا عم ايوب، رايح انت وهنبقى نصحيك. اصل الكلام ما جاش على هواه يا عم ايوب. كل حي اضرب حاله يا بنتي. تعالى يا بنت، عايزك في حاجه، عايزك في كلمه كلوز كده. اطرش. خلصي اللقمه دي وحصلينا على السايبر عشان نحيي الشغلانه الميته اللي هتنطرنا من الفقر اللي احنا فيه ده. ماشي؟ ماشي. سلام يا غزال. سلام يا عم ايوب. سلام. كل يا حبيبي كل. مين ده؟ ده دكتور عمر النواوي، اخصائي امراض نساء، مشهور ومعروف لناس كتير قوي. وعلاقته ايه ببنتي؟ لا، دي علاقه قديمه وبتتجدد، بس مش ده المهم يا ريس. امال ايه المهم؟ الفيديو ده لو وقع في ايد حد من اللي بينافسوا سعادتك هتبقى الحكايه مش لطيفه، وخصوصا ان الهانم الصغيره باين عليها السكر ومش مظبوطه، ده غير الفضايح في المستشفى وغير كمان سمعه الدكتور اللي عنده فضايح كتيره. وانت علاقتك ايه بكل ده؟ والله يا فندم انا واحد من اللي عندهم امل ان اللي يمسك البلد يكون زي سعادتك، ومن واجبي ان انا اجي احذرك. ومطلوب مني ايه دلوقتي؟ انا عن نفسي مش عايز حاجه، اللي مطلوب من حضرتك ان انت تخلي بالك من بنتك وتبعدها عن ايد الراجل ده، وتفرمل الحكايه دي قبل اي حد من الاعداء ما يحس بيها. قلت لي اسمه ايه؟ ولا شنكه. اهلا حبيبي ابو الميادين. اهلا اخويا. خلصت المصلحه ولا لسه؟ طبعا. ثانيه واحده. تعالى يا بنت باريس. ايه؟ تعالي. انت عارفه الحاجات دي يا بنت ولا لا؟ طبعا ده كمبيوتر. اسمه ايه يا اختي؟ كمبيوتر. كمبيوتر منك نستفيد. ليه يا اخويا انت فاكرني مش مسقفه؟ لا مسقفه وزي الفل، ربنا يكرمك يا اختي. انت فين يا كليب علوي، وشكلنا هنشوف باريس على القريب العاجل، على المولد والتت وصافي ناس كمان. طب ما تركز معايا يا روح امك. ماشي يا معلم. اشوف واحكم. تعالى يا باريس. استنى بس، ما ملغمه، استنى اعدي على اخر النهار. طب شد انت. شكلك هتصيط يا بنت الهرمه. عقبال يا اخويا كده ما تتصيد زي يا ابن ال حلال. يلا بينا. حلال. مساء الخير. مساء الخير. من فضل حضرتك كان في حجز باسمي سميحه سميح. ايه ده؟ هو حضرتك تقربي لبهيرة بهير وسميرة سمير بتوع الفيلم اياه؟ لا، انا احلى من بنات العم. انا بحب الفيلم ده قوي قوي. انا كمان. مدام